الزمالك وإنبي. الزمالك بيبدأ المباراة بتشكيلة مكونة من 3-2-4-1. عواد في حراسة المرمى، قدامه ثلاثي الدفاع محمود علاء في القلب، على يمينه المسلوسي وعلى شماله عبد الغني، قدامهم اتنين على الدايرة دونجا وفتوح، قدامهم رباعي في العمق زيزو وعمر جابر، على يمينهم شيكا، على شمالهم مصطفى شلبي، تحت أوباما. في حالة الدفاع والكرة مش مع الزمالك بيرجع فتوح كظهير أيسر ورا، وبينزل عمر جابر جنب دونجا على الدايرة. إنبي بادئ اللقاء بشكله المعتاد 5-3-2 بتمركز في نص ملعبه ودفاع متقدم عشان يضيق مساحات اللعب على الزمالك ويخنق لاعيبته، مع الاعتماد على التحولات في وجود سرعات رفيق كبه ومحطة زي قفة عشان الكرات العالية. في المقابل الزمالك واجه ده باختراق من الأطراف عن طريق العرضيات لصعوبة طبعا اختراق العمق، مع الاعتماد على الكرات الطويلة في ظهر دفاع إنبي المتقدم للخماسي الأمامي، لكن كل ده كان بلا جدوى أو خطورة حقيقية على مرمى إنبي. ومع ضغط من لاعب إنبي بيخطف الكرة من مصطفى شلبي وبيروحوا بعد ما بيوصلوا لل18 اللي لعيبة الزمالك كلها دخلتها، وسابوا الراجل اللي جاي على النص دايرة لوحده. حتى مصطفى شلبي اللي الكرة مخطوفة منه أصلا ما فكرش يروح ويقفل على الراجل اللي بتتريح له الكرة عشان يشوط وتخبط في فتوح وتدخل جول في لعبة مش أول مرة تحصل في الماتش، لا حصلت قبل كده وتريحت الكرة برضه لنفس اللاعب اللي بيجي على النص دايرة اللي دايما بيبقى لوحده وخالي من رقابة لعيبة الزمالك. بعد جول إنبي ضغط لعيبة الزمالك أكتر وعملوا زيادات عددية لقدام عشان يزقوا خط دفاع إنبي ويدخلوا البوكس شوية لتشكيل الخطورة. وبالفعل من تمثل المسلوسي اللي بيتلعب بقوة جوه البوكس واللي بيزيد فيه دايما مدافع للزمالك واللي في معظم الأحيان بيشكل خطورة، بينتج عنه ضربة الجزاء اللي بيتعادل منها الزمالك. بعد التعادل الزمالك استمر في استحواذه وضغطه على إنبي ولعبوا الكرات الطويلة في ظهر دفاعه في أمل إنه يخترق التكتلات دي ويخطف جول، لكن ما نجحش. شوط تاني مفيش فيه جديد من ناحية الزمالك، مفيش أي خطورة على مرمى إنبي، مفيش أي محاولات، مفيش أي حلول، اللهم إلا عرضيات من الجنبين لكن بلا جدوى كالعادة. في المقابل إنبي واقف ومتمركز وقافل صح في نص ملعبه عمق وأطراف وشغال على المرتدات. لا ومش كده وبس، ده بيعمل الزيادة وشكل خطورة على عواد في أكتر من كورة، وكان طبيعي نتيجة لكل ده تقدم إنبي بالهدف الثاني من كورنر لقفة اللي معرفش عبد الغني كان معاه بيعمل إيه. بعد جول إنبي بيعمل أسوري 3 تغييرات لاعب بلاعب، بنزول الجزيري مكان أوباما، ونزول نضاي مكان شيكا، ونزول الزناري مكان محمود علاء وبيبدل مكانه مع المسلوسي، ومن بعدهم نزول نيمار مكان مصطفى شلبي للإصابة، ونزول رؤى مكان عمر جابر عشان يبقى على الدايرة جنب دونجا، ويزيد فتوح لقدام في العمق جنب زيزو. لكن برضه مفيش أي جديد حصل، إنبي مقفل ولسه برضه بيعمل خطورة على مرمى عواد في كذا كورة. في المقابل الزمالك ما بيعملش أي حاجة غير إنه بيروح على الأطراف ويعمل عرضيات ما بتشكلش أي خطورة على مرمى إنبي، واستمر الوضع على ما هو عليه لحد ما انتهى الماتش بفوز إنبي.